2023 لم يخسر أي من المباريات الأهداف، خصوصا مع غياب الأهداف على أي طريقة سيبدأ بها المدرب جوزفالدو فيريرا، المدرب الذي لم تكن عليه راضية كثيرا جماهير. عالية من الطرف الأيمن، نقلة بعد ذلك إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. نلعب في الدقيقة 8 من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. لا أهداف حتى هنا في هذه القمة ما بين الفريقين، لكن هنا انطلاقة زملكاوية، فرصة قائمة من أجل الأول. زيزو يحاول يراوغ، يريد أن يسدد، ممتازة جميلة، هذه جول الله! الفارس والأبيض يريد أن يقول كلمة يا فنان يا فنان يا فنان يا زيزو يا فنان. تلقى الهدف الأول، لدينا رمية جانبية تونسية، نقلة بعد ذلك في اليمين للزمالك، كرة تنقل إلى أقصى الطرف الأيمن، وصول بعد ذلك في عملية الصناعة. هدف الآن يحيي هذا الملعب وكأنها تستدعي التاريخ من رائد بوشنيبة. سأل عند حارس المرمى معز بن شريفية، الحارس الذي تمكن من الكرة. الزمالك يضغط أمام نادي الترجي بعدما سيد زيزو، وبالتالي جماهير الزمالك اشتاقت لهذه الأرقام بالنسبة لزيزو. كرة منقولة للزمالك، الزمالك الذي يبادر هنا من خلال وهذه هي انطلاقاته، وهذا هو زيزو الذي تريد لنادي الزمالك في هذه اللحظات. ستنفذ من هذه المسافة رمية التماس في هذه اللحظات. بالمناسبة مباراة اليوم ما بين الفريقين هي المباراة رقم 12 بين جماهير الفريقين، ودائما أجواء القمم المصرية. خط موجود، المدرب جوزفالدو فيريرا مدرب نادي الزمالك، لاعب الذي كان متسللا في الكرة الأخيرة. هنا من نوع فاخر، مباريات لا تخذلك أبدا في نديتها، في تنافسيتها، في الحضور الجماهيري فيها، في متعتها. وقمة هذا اليوم لن تكون استثناء، لأنها ترتبط بالكثير من الحسابات للماضي وللحاضر ولما هو قادم بالنسبة لهذه البطولة. كرة منقولة، انطلاقة نادي الترجي على يمين حارس المرمى محمد صبحي، كرة من حسام ستنفذ. الترجي يستهدف العودة، هذه الكرة هل تحمل فيها عودة نادي الترجي؟ في الكرة بعد ذلك بتعود لمصلحة نادي الترجي في وسط الميدان، لكنها تصل للزمالك. الترجي في اللقطة الماضية خط موجود، ركلة حرة مباشرة لمصلحة منقولة، كرة عن طريق سيف الدين الجزيري. تنفيذ رمية التماس، رمية التماس، جماهير عودة عبد الغني، بعد ذلك نقله الى حسام عبد المجيد، عنده كره في الوسط، منقوله كره عن طريق سيف الدين الجزيري. نقول نعم على مستوى، لكن الكره السهله عند حارس المرمى الحارس محمد صبحي اللي التقط الكره الماضيه. محمد صبحي التقط الكره الماضيه. الزمالك وكره عند حارس المرمى محمد صبحي، منقولة كرة طويلة بعد ذلك راسية، لكن سيف الدين الجزيري أن يستعيد البريق. ولدينا هنا زيزو من علامة الجزاء على تنفيذ ركلة الجزاء لمصلحة الزمالك. زيزو على التنفيذ بالقدم اليمنى، زيزو أمام معز، هل يتصدى معز أم أن زيزو يضعها في الشباك؟ هل يتصدى بشريفية أم أن أحمد سيد يضعها في الشباك؟ هنا زيزو اليمينية، جول فرسان القلعة البيضاء يعززون النتيجة بالثاني. الزمالك هدفان لا شيء لنادي الترجي، يريد كذلك أن يفرض أداء الذي فرض في المباريات الماضية، لكن نادي الزمالك بنفس النتيجة على مستوى الدوري المحلي، لكنها دائما ما كانت هي السند لهذا الفريق كما كان الحال كذلك ولسان حال هذه الجماهير. كيف قدم الكثير حقيقة، شاهدنا مستواه، حاول يراوغ، يمرر كرة في الطرف الأيمن، زملكاوية عرض الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة
منقولة إلى مصطفى الشلبي، يحاول شلبي والتمريرة، الكرة ما زالت عن طريق الخطير زيزو، العرضية خطيرة الزمالك منذ فترة، كرة منقولة تمريرة، فرصة قائمة للزمالك. الهوني يرسل كرة عالية إلى أقصى الطرف الأيمن، رايح حمد الهوني، الكرة بتعود الهوني، بعد ذلك تصويبة قوية خطيرة للترجي، لكن حارس المرمى صبحي يتصدى الترجي من خلال قبل بعيدة، رمية تماس منقولة داخل منطقة الجزاء، لكنها تتحول إلى خارج الملعب في كل مكان، تجد داخل أرضية الملعب كرة منقولة للترجي، فرصة عرضية ترسل خطيرة تأتي، هناك خطأ، هنا كانت ما زالت الكرة عرضية، لكن إلى غيلان، لمن غيلان ينقل الكرة إلى أقصى الطرف الأيمن، لكن راية مرفوعة والتسلل كان موجود على راية بوشنيم فيريرا. وهنا تأتي في هذه اللحظات يا أحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، تعلن نهاية شوط أول هنا في هذه القمة ما بين الزمالك والترجي، وتقدم نادي الزمالك على حساب والتي ستقام في شهر مايو في إندونيسيا. شوط ثاني ينطلق في هذه اللحظات يا أحبة الكرام. رياض بن عياد الثاني، يا ترى عن ماذا ستسفر ما بين هي الأسماء الموجودة في تشكيلة الزمالك؟ عرضية تصل انطلاقة من سيف الدين الجزير، لكن سهلة عند خطيرة، فرصة لمصلحة نادي، بعد ذلك لنادي الزمالك سقوط وخطأ موجود لمصلحة نادي الزمالك في الزمالك. زيزو على تنفيذ، يرسل كرة عالية راسية تحضر، ولكن إلى خارج الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى. كرة اللاعب حمزة المثلورة في الأيسر، محاولة مستمرة الزمالك من أجل الثالث، هي التسلل غير موجود، استلام وتحضير، لكن ما زالت فرصة لتصويبه. دونغا كاد أن يفعلها، وهنا كرة من هذه المسافة ترسل ساقط قادر أرضية الملعب، بينما العرضية جميلة، الله ضاعت الكرة، ضاعت على رياض بن عياد، واضح البحث عن زميل، الكرة ما زالت قائمة ممتازة جميلة خطيرة، وهنا كرة للترجي بينية ممتازة، فرصة، الله هذا الترجي لا يفقد ابدا بريقه، لانه فريق الدم والذهب. نعم، هدف التقليص بكره الى رياض بن عياد من دخل بديلا هنا بعد ذلك عن طريق توغاي الى حارس المرمى، ركله ركنيه، كره تنفذ راسيه تحضر خطيره من سيف الدين الجزيري، كره الى ركله مرمى. كرة الجزيرة في الطرف الأيمن للترجي، عرضية ترسل، التغطية تحب ممتازة جميلة إلى حسام، عرضية خطيرة، فرصة ولكن إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. محمد بن حمودة اللي تصل الكرة عالية في وسط الملعب من جديد، هناك سقوط وهناك خطأ، حكم المساعد الأول يشير بأن القائمة للترجي منقولة، تمريرة من الجهة اليسرى، نقلة قصيرة، كرة الخدوهات لم تكتمل، وصلت من الجانب الأيسر لكن إلى خارج الملعب، إلى كرة منقولة طولية، ترسل هذه الكرات الطولية فيما بعد ذلك من الطرف الأيسر، محاولة ما زالت قائمة، فرصة المرور، هناك سقوط وخطأ. نعم، خطأ كان موجود في اللقطة الماضية. الزمالك من اجل الامان، كره ترسل عاليه بشريفيه يغني والتمرير، الهوني عند كره الهوني والمحاوله، ولكن التغطيه حضرت الكره التي يرتسم فيها الكثير من للزمالك، كره منقوله للزمالك، تصويبه ولكن الى خارج الملعب بعيدة كانت. حمد الهوني استلم، الهوني راح المباريات الماضية في البطولة، كرة منقولة، فرصة لن تأتي، تصويبة، مرور واستلام وتحضير أو لف ودوران كان من، بعد ذلك عرضية ترسل راسية تحضر جميلة، تصدم حارس المرمى، تعادل، راسية تحضر، فرصة ما زالت، حمدو، تغيير بخروج مصطفى الأيمن، وصلت هذه الكرة الملعب من جديد، بعد ذلك سهلة عند حارس المرمى، يريد أن يمر، زيزو ما زال، زيزو العرضية، جول عد بنا أيها التاريخ لنستعيد ذلك الكبرياء، عد بنا أيها التاريخ، فنحن الزمالك.